سلام، اليوم عندنا فطائر المقلاة من قناة يوميات سامي. نبداو بالحشو. في المقلة ديري شوية زيت ومارغرين، وديري 2 حبات بصل وربع حبات تاع فلفل مقطعين صغير كامل، قليهم بيان يذبالو، ومن بعد لوحيلهم نص صدر تاع دجاج مرحي مع شوية ملح، خليه يتقلى. ومن بعد زيدي 3 حبات تاع كورجات و2 حبات كبار تاع زرودية مسكرفتين في الرقيق لازم. وهذا الحشو يطيب على نار قليلة باش ما ينشفلك شوية الحقو يطيب الخضر. زيديهم ثوم مهرس، خليهم يتقلوا شوية، ومن بعد تبلي بفلفل كحل، كزبر، عكري، زنجبيل وتوابل شاورما. اذا شفتي باللي قللتي الملح ضربة الاولى زيدي كمية تاع ملح، وغطيهم خليهم على نار قليلة حتى يطيبوا اكل. كي تشوفي الخضرة تاعك طابت والدجاج، لوحيلها كاس كبير تاع كريم فريش وحبات تاع فرماج مثلثات هذاك، ومغرفة صغيرة تاع هريسة، خلطيهم بيان. قيس ما تهز الغالية لوحيلها كزبر وبعد نص مقطعين وطفي. نروحوا للعجينة، ديري كاس ونص ماء، كاس ونص حليب يكونوا دافيين، مغرفة كبيرة ونص تاع خميرة الخبز، مغرفة كبيرة ونص تاع سكر. خليهم بجهة يتفاعلوا هما مغطيين واحد 10 دقائق هكذاك. ومن بعد زيدي المكونات الأخرى. فرغي ثلثي كاس تاع زيت وعلبة ونص تاع ياغورت طبيعي. زيدي لهم كاس هكذاك تاع فرينة مع مغرفة صغيرة ونص خميرة الكاطو، وابداي حركي وخلطي وزيدي الفرينة بشوي حتى تتشكل لك عجينة تكون تتلاصق في اليد. غير تتشكل لك العجينة ابداي اخدمي بها طول، طبعا بالاستعانة بالفرينة، كل مرة ترشي سطح ترشيها هي. ديريها كويرات الحجم اللي حبيتي، غطيهم وابداي تخدمي فيهم مباشرة. حلي الكويرات تاعك وديري الحشو بعد ما يكون برد، طبعا زيدي عليها فرماج مبشور من الفوق النوع اللي تحبي، وسكريها بالشكل اللي حبيتي. ثاني تقدري ديريهم مثلثات، مستطيلات، مربعات، اللي يساعدك. طبعا تكوني راكي تسخني في المقلاة تاعك، دهنيها بالزيت من الفوق بالبانسو، ولوحي الحبات تاعك يتقلاو، وكل ما تنحي الحبات زيدي عاودي ادهنيها. طيبيهم من تحت ومن فوق حتى يحمروا، وعلى الجوانب اذا قدرتي توقفيهم. لازم ينتكلوا مطاجين، واش نقولكم على البناجة وبزاف بنان، وحتى العجينة هشيشة بزاف كما قالت. يعطيها صحة صاحبة الوصفة. نلتقي في فيديو أخرى بإذن الله.